أنا دكتور جورج سمير، استشاري أمراض القلب والقسطرة وكهرباء القلب والمنظمات الصناعية. آلام الذبحة بتيجي بأشكال كتير، بتيجي بوجع في الصدر، ممكن يبقى وجع أو حرقان، أو المريض يحس إن في حاجة تقيلة قوي طبعا على صدره. ممكن يجي بشكل تاني إن يبقى فيه وجع في الحلق وفي الزور. الوجع ممكن يجي في الكتف الشمال أو في ظهره. الأوجاع دي بتبقى مشتركة بمشاكل صحية تانية كتير غير آلام الذبحة، بس طبعا لما نحس بحاجة من الحاجات دي لازم بسرعة نتوجه للدكتور ونقيم الحالة بسرعة. ضغط الدم المفروض ان هو بيتقاس بجهاز كويس، احنا بنبقى ضامنين ان هو جهاز سليم مفهوش مشاكل، ودايما يتقاس ان يكونش المريض تحت ضغط نفسي او جسدي، يعني مش بعد مجهود، مش في وقت توتر او ضغط نفسي، بيكون المريض قاعد مرتاح وساند ظهره او نايم. والمفروض ما بناخدش قياس واحد عشان نشخص ارتفاع ضغط الدم، المفروض على الاقل 3 قياسات في اوقات مختلفة تحت اشراف فرد طبي مدرب كويس على قياس الضغط عشان نشخص ان الضغط ده مرتفع ومحتاج ياخد علاج عشان نظبطه كويس. الحمى الروماتيزمية هو الإصابة بالميكروب السبحي اللي بيدخل بشكل أساسي عن طريق التهاب اللوز عند الأطفال الصغيرين. المشكلة الكبيرة اللي بتحصل لما الميكروب ده بيصيب القلب، هو مش الميكروب بنفسه لكن الجهاز المناعي للجسم بيبتدي يعمل التهابات في عضلة القلب والصمامات دي اللي بتسبب مشاكل بعد كده. مصر من الدول القليلة المصابة بشكل كبير بالمرض ده، ولذلك احنا مهتمين بيه جدا، ولكن ده ممكن يجي بشكل عكسي لأن في مرضى كتير متشخصين بالخطأ بهذا المرض من تخصصات تانية مختلفة. لذلك التشخيص لازم يبقى عن طريق دكتور القلب، لأنه بيسأل عن تاريخ مرضي محدد وبيعمل إيكو ويقيم المضاعفات اللي حصلت للقلب ومدى احتياجنا للوقاية في المستقبل عن طريق حقن بنسلين طويل المفعول. التدخين والسجائر الإلكترونية الاتنين ليهم تأثير سيء جدا على القلب، ومش القلب بس، عموما كل الأعضاء الحيوية، لأنها بتبقى سبب أساسي في تطور مرض تصلب الشرايين، ودي الشرايين المهمة اللي بتغذي الأعضاء الحيوية المهمة في الجسم زي القلب والمخ، ودول اهمهم. الابحاث ما وضحتش ابدا ان في فرق بين التدخين والسجائر الالكترونيه، بالعكس السجائر الالكترونيه ممكن تبقى مؤذيه اكتر، وده راجع طبعا لنسبه النيكوتين الكبيره اللي ممكن المريض يكون بيستهلكها من غير ما يبقى واعي، لانها بتبقى سهل جدا استهلاكها، اسهل من السيجاره يعني. أمراض القلب الوراثية بتبقى مختلفة جدا، بتبتدي من الأمراض اللي بتحصل فيها تشوهات لعضلة القلب نفسها للأمراض اللي ممكن تصيب كهربة القلب وتسبب مشاكل كبيرة. بنقيم الأمور دي طبعا، أي حد بيتشخص بحاجة من الحاجات دي بيبقى الدكتور المعالج بتاعه دايما المفروض إن هو بيوصيه إنه يعمل سكرينينج أو فحص طبي بخصوص المرض ده لبقية عيلته. اهم حاجة ان احنا دايما بنتابع الضغط والسكر والكوليسترول والحياة الصحية والاكل الصحي والرياضة، دي اهم الحاجات، اللي الابتعاد عن التدخين دي اهم الحاجات المهمة ان احنا نبعد عنها عشان نحافظ ونبتعد عن السكتات القلبية والدماغية. اكتر مشاكل التوتر على القلب ان بيحصل دايما ارتباك في كهربة القلب وضربات القلب، بالإضافة أن التوتر لو كان شديد جدا وعنيف، في مرض مشهور جدا اللي هي متلازمة القلب المكسور اللي هي البروكن هارت، وده بتسبب ضعف في عضلة القلب، لكن الحمد لله أن الأمور دي كلها ممكن معالجتها وترجع الأمور لطبيعتها يعني. مستويات الكوليسترول ومشاكلها بالنسبة للقلب في ال5 سنين اللي فاتوا الكلام عنها بقى مختلف خالص عن قبل كده، لأن إدراكنا احنا طبعا من زمان عارفين المشكلة دي قد إيه بتأثر على صحة الإنسان، لكن ما تم كشف عنه في الفترة الأخيرة بيقول لنا إن الموضوع أكبر بكتير من خيالنا. احنا بقينا دلوقتي بننظر لمستويات الكوليسترول المرتفعة على إنها يعني شيء مثلا زي الإشعاع اللي بيتعرض له الإنسان، ولذلك بقى دلوقتي ما بقاش في رقم محدد بيتكتب جنب تحاليل المعمل إن هو ده الرقم اللي احنا بنحتاج نوصل له، لكن بقى مختلف من مريض للتاني على حسب مشاكله وحالته الصحية وسنه. موضوع الكوليسترول بقى مهم جدا عن زمان ان احنا نتابعه مع دكتور متخصص ونعرف ازاي المطلوب مننا ان احنا نبقى فين،
وناخد النصايح الطبية المهمة والأدوية اللي تخلينا نظبطه في المعدلات المطلوبة بالنسبة لحالة كل مريض. مرضى القلب والسكر بالذات محتاجين متابعة بشكل قريب جدا، لأن مشكلة السكر إن هو بيخلي المريض أوقات كتير ما بيحسش بالمشكلة وهي بتحصل، بيتم اكتشاف عنها بوقت متأخر جدا وتكون في وقت متطور جدا المشكلة، وبتبقى علاجها أصعب بكتير. لذلك مريض القلب وخصوصا اللي مصاب كمان بسكر محتاج إنه يتابع بشكل قريب جدا مع الدكتور بتاعه، خاصة إن دلوقتي بقت الأخبار الكويسة إن في أدوية بتعالج القلب والسكر مع بعض، يعني ناخد الدواء ونستفيد منه في الحاجتين. فالدمج ما بين الادويه دي وتقليل الادويه بتاعه المريض هيبقى كويس جدا. كل اللي انت محتاجه انك تتابع بس مع الدكتور بتاعك. الرياضة بتبقى مهمة جدا وبتفرق جدا في حياة الإنسان. الرياضة ممكن تقلل العلاج جدا أو ممكن ما نستخدموش في بعض المرضى للتحكم في الضغط والسكر والكوليسترول وصحة القلب بشكل عام. علشان كده احنا الرياضة مش بنطلب حاجة يعني كبيرة، كل اللي بنطلبه واللي بيتوصى بيه ان 30 دقيقة 5 ل 7 مرات في الأسبوع من المشي الرياضي أو الجري. والمشي الرياضي طبعا المقصود بيه اللي هو مشي بهمه وبانتظام، مش بنقصد بيه ابدا ان اي مشي اللي هو بتاع الشوبينج وان احنا بنسلم على الناس وبنتعرف عليهم. المشي الرياضي هو مشي للرياضه 30 دقيقه زي ما قلت 5 7 مرات في الاسبوع، بيبقى هايل جدا لتظبيط حياتنا بشكل صحي جدا.